السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. المهم بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر ديالهم ناشف او لا طالع، يعني كيكون ناشف وطالع، يعني ما كيكونش هابط. كيف كنقولوا كيكون مشوك. خليك معايا اختي، وإلا كانت عندك كذلك حتى البشره ديالك ناشفه، خليك معايا نشارك معك هذا المنتوج الرائع اللي الثمن ديالو ما كيتعداش 20 درهم. المهم بالنسبه لهذا المنتوج، كيف ما كتشوفوا هذه راه الزيت ديال الكوك. كيف ما كتعرفوا الناس زمان يعني كانوا كيستعملوها. صراحه الزيت اللي غنيه على التعريف ديالها. المهم كيف ما كتشوفوا انا غادي نعاود لكم على التجربه ديالي مع هاد الزيت. المهم بالنسبه لهاد الزيت انا كنستعملها لبنياتي. عندي واحد البنيته شعرها شويه ناشف، وكان ديما فين ما مشطو لها كيبقى واقف، يعني كنصيفط على المدرسه كتجي شعرها ديما واقف. المهم شعرها ناشف. نصحوني بهاد الزيت ديال الكوك وخديتها، صراحه صدقات واعره. كتخلي واحد اللمعان في الشعر، صدقوني. حتى الشعر ديال بنيتي يعني فاش كنستعمل لها هاد الزيت، الا شتيها تقولي واش دايره ليها البلا ولا شي حاجه الشعر ديالها. صراحه والله يعني انا دابا تقريبا مده هذه باش كنستعملها. هذه راه القرايه يلاه باقا جديده، يلاه خديتها وقلت نشاركها معكم. المهم بالنسبه للشعر، الا كان عندك ناشف ما فيش البريو، حاولي خدي الزيت ديال الكوك. بالنسبه للناس يعني كاينين الوليدات اللي كيكون الشعر ديالهم من قدام بحال مقطع وكيكون واقف، يعني ما كيبقاش يتزاد. بالنسبه لهاد الزيت راه كتساعد يعني الشعر باش يطول، وكتصلح يعني حتى للترطيب، يعني كديرها بحال السيروم. انا الطريقه كيفاش كنستعملها يعني فين ما بغيت نمشط لبنتي، يعني بناتي كاملين حتى انا كنستعملها شعري. صراحه زوينه بزاف، كتعطي واحد البريو للشعر غزال. المهم انا ان شاء الله غادي نشارك معكم حتى الشامبوان اللي كنستعمل ليها، حتى هو مع الديميلوف ديالو، حتى هو غزال غزال وما فيهش شي مواد اللي كضر. المهم بالنسبه لهاد الزيت يعني كيفاش تحصلت عليها، انا مشيت يعني خديتها من عند الناس اللي كيعصروا، اللي كيعصروا هكا الزيوت، كتلقيهم في السوق. كتمشي عنده مثلا بغيتي اي زيت كيخرجها لك. انا بغيت ديال الكوك، يعني قدامك كيدير الكوك في الماكينه وكيطحنو كيخرج لك الزيت كيعطيه لك. هاد الزيت راه ما فيهاش حتى شي مواد اخرى اضافيه، يعني ما فيهاش مواد حافظه ولا شي حاجه. راه الزيت فقط طبيعيه، وحتى الريحه ديالها ديال الكوك طبيعيه وزوينه والله صدقوني. بالنسبه للناس اللي كذلك عندهم البشره ناشفه، حتى هي راه ممكن تستعملوها بالليل وتغسلوها في الصباح. صراحه زوينه، كتخلي داك الماء، ما كتخليش البشره تفقد داك الماء ديالها، كترجع لها داك الماء ديالها. كتخلي البشره رطيبه حتى هي. وكذلك يعني تقدري تستعمليه في لي ماسك، لا ديال الشعر ولا ديال اللوجه، صراحه واعره. المهم ان شاء الله انا غادي نشارك معكم حويجات اخرين اللي كنستعمل فيهم انا هاد الزيت، لانني كنستعملها حتى لي ماسك بالنسبه لشعري انايا كنستعملها اليوم. المهم كيف قلت لكم الثمن ديالها راه ما كيتعداش 20 درهم، وتبارك الله القرعه راه كبيره كيف ما كتشوفوا، راه ماشي صغيره. القرعه كبيره، ها نتوما. وكيف قلت لكم بالنسبه للناس اللي بغاوها راه غادي يلقاو العطار اللي كتكون عنده هذيك الماكينه ديال الطحين، راه كيطحن فيها حتى هاد الزيت كيخرجها لكم طبيعيه 100%. المهم اخوتي، كيف قلت لكم راه واعره للشعر، ما كتخليش هذاك الشعر يبقى طالع ليك ولا ناشف ولا مقطع، بالعكس كتخليه هابط ومجبد. كيفاش غنقول لكم اخوتي، بحال الشكل كي كنا كنديروا باتشا من قبل، كتخلي الزغبه مجبده. بالنسبه لي انا هذه هي النتيجه اللي حصلت عليها مع هاد الزيت الطبيعي. المهم اخوتي، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، لحقاش انا دابا كنحاول نشارك معكم غير المنتوجات، يعني الحويجات اللي انا مجربه واللي صراحه لقيت عليهم نتيجه. بالنسبه لهاد الزيت صراحه انا عمرها تخطاني، لانني جربتها وكيعجبني الحاجه اللي جربت ولقيت عليها نتيجه كيعجبني نبقى ديما نديرها.
صراحه انا دابا يعني ما نقدرش نتخلى عليها، لانني كيف قلت لكم صافي ولفتها، كان لقيت على راحتي. ملي كنمشط لبنتي يعني كيبقى شعرها بريو كيفاش غنقول لكم ومجبد، يعني بالعكس غادي وكيتحسن الشعر ديالها كيولي زوين. المهم اخوتي كيف قلت لكم ان شاء الله غادي نشارك معكم حتى الشامبوان حتى هو، وكذلك بعض لي ماسك اللي كنستعملوا فيهم هاد الزيت حتى هي بالنسبه. قبل ما ننسى هاد الزيت، الناس اللي عندهم التجاعيد في وجههم راه حتى هي كتصلح ليهم، ما كتخليش التجاعيد. يعني ممكن تستعملها غير هي بوحديتها بالليل كمرطب للوجه، كديرها بالليل وصبح تغسليها عادي، ولا ما غتخافي منها حتى شي حاجه، بالعكس يعني الحاجه اللي طبيعيه. وجدودنا راه كانوا كيستعملوا هاد الزيت ديال الكوك. المهم اخوتي نتمنى يعجبكم هاد لا فيديو، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بواحد جيم، وكذلك بشي تعليق يكون زوين. الله يسهل عليكم ما فيها باس يعني ديروا البصيمه ديالكم. وشكرا لكم، ونتمنى يعني كاع الفيديوهات اللي غادي نحط ان شاء الله تدخلوا لهم وتستافدوا منهم، وكذلك تستافدوا كذلك من حتى من هذا الفيديو، لحقاش انا غادي نشارك معكم غير الحويجات اللي كيف قلت لكم اللي انا مجربه ولقيت عليهم النتيجه. صراحه صدقوني والله منتوجات اللي كيكونوا طبيعيين و100% تيكونوا حتى هما زوينين. كاين بزاف ديال المنتوجات اللي كيكونوا في السوق وكيكون كاع الثمن ديالهم غالي مرتفع الثمن، ولكن والله ما كتلقاي حتى شي نتيجه. وكاينين شي حويجات اللي بساط وكتلقاي عليهم نتيجه. المهم اخوتي نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وانا ما بقى لي الا نقول لكم بسلام عليكم.